تفتكروا ليه شهر رمضان من أفضل الشهور اللي بتساعدنا على إن احنا نواجه مخاوفنا الداخلية ونمارس تسامح والعطاء والحب؟ يا ترى ليه؟ في الغالب لأنه رمضان هو اللي بنكرس فيه وقت أكبر للعبادة وتأمل. ده بيساعد على الهدوء النفسي وبيخلينا مستعدين إن احنا نحسن من عيوبنا ونحسن من نفسنا عشان نوصل لرقي ولهدوء نفسي ولصفاء. ممارسة عادات رمضان سواء الصيام اللي هو برضو ده بينظف الجسم، بينظف النظام جهاز الهضمي، وبينظف كمان العقل. ده بيساعد على انه نبقى متفتحين لكل المزايا اللي احنا عاوزين نوصل لها، مستعدين نمارس العادات ونكتسب عادات جديدة هتساعدنا نوصل لأحسن حالة احنا فيها. بما انه التسامح دي حاجة جميلة والعبادة حاجة جميلة، رمضان بيدينا الفرصة ان احنا نمارس الحاجات دي ونحسن من نفسنا. شهر رمضان مش بس من احسن الشهور اللي بتساعدنا ان احنا نواجه المخاوف الداخلية بتاعتنا، بس هو من افضل الشهور اللي بتساعد على تنظيف الجسم عامة. بتقليل السكر بنقلل فرز الانسولين، معناها بنقلل حرق السكر فبنحرق الدهون. في نفس الوقت بننشط مع قلة الأكسدة اللي بتحصل مع إرهاق الجهاز الهضمي والأكل الكتير. قلة الأكسدة بتساعد على تقليل التهابات المفاصل، وبرضو مع تريح الجهاز الهضمي بيحصل تنشيط لفرز الهرمونات المفيدة طبيعية للجسم زي الدوبامين عشان ننام أحسن، وهرمونات السيروتونين، وكمان الهرمونات النمو اللي هي بتبقى من المخ، هرمونات نمو للخلايا. فبيبقى جسمنا في أحسن حالة مع الصيام لساعات طويلة.